السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بكم في الفيديو الخامس وهنتكلم فيه عن الشهر الخامس من الحمل، وصدقيني انا بخمس في وش اللي بيتفرجوا لان حضرتك في فترة دلوقتي في امس الحاجة انك تقعدي تخمسي في وش كل اللي حواليك. الموضوع مهم ما تستهتريش بيه. لو كل اللي حواليك ما شافوكيش وقالوا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لها في الحمل وتكمل على خير، انت في امس الحاجة الكلمتين دول. فايه رأيك تبدأي بنفسك؟ حطي في التعليقات تحت وقولي يا رب بارك لكل واحده تتفرج على الفيديو ده وحامل ويديها ساعه سهله ويكمل لها حملها على خير. ويلا بينا نكمل الفيديو. وكالعاده نقسم الفيديو بتاعنا لنصين، النص الاولاني نتكلم فيه عن المامي الجميله الكيوته بتاعتنا، والنص الثاني نتكلم فيه عن البيبي الصغنون الكيوت بتاعنا. يلا نبدا الفيديو نتكلم مع بعض عن الام. ازيك يا مامي؟ عامله ايه؟ بقى عندك بطن كبيره دلوقتي؟ يا عيني صعبان عليا. لو ما اهتمتيش كويس جدا باللي انا هقوله دلوقتي انت هتخشي في ديبريشن، في اكتئاب انت في غنى عنه، لان البطن الكبيره مخليها الثلاث ارباع هدومك اللي كانت في الدولاب مرميه في الدولاب محدش بيجي جنبها، لان حاجه من الاثنين، يا اما هتلبسيها مش هتخش فيكي اصلا تخنتي يا عيني، يا اما انها هتخش فيكي عادي بس هتيجي تقفلي البنطلون وتيجي تمشي بيه عندك تأنيب ضمير رهيب. انا حاسه ان انا باذي البيبي، انا حاسه ان اللبس ده مكتفني خانق البيبي، انا مش هينفع امشي بيه، وبتضطري تقلعيه وتلبسي لبس واسع مش فيك، فبتحس ان شياكتك واناقتك والموديل اللي كانت بتمشي كله بيتحكى بيها بقت بالمنظر ده. طب دي نقطه ممكن تاثر على ثقتك بنفسك. في نقطه تانية مهمه جدا، حضرتك بقى عندك كرش صغنن قدام، ده مش كرش ده بيبي انا عارف، بس انا اقصد ان انت بقى عندك ابعاد مختلفه لجسمك انت مش متعوده عليها. ممكن وانت ماشيه تخبطي يمين تخبطي شمال، تيجي مثلا بتعملي شوبينج جميل تقومي خابطه رف بتاع ازاز الزيت توقعيه كلها. ازازه الزيت بقت غاليه قوي دلوقتي، هتدفعي فلوس حلوه قوي، فخلي بالك ان انت الحاجات دي كلها ممكن تاثر على نفسيتك. انا مش مرتاحه، انا متضايقه، البطن دي مضايقاني، انا ما كنتش كده، انا كنت بمشي رشيقه، انا كنت بمشي خطوتي سريعه. كل ده طبيعي مع الحمل، فلازم تعرفي ان كل ده مش هيدوم معاكي العمر كله، بالعكس هي كلها كام شهر وهترجعي الموديل اللي انت متعوده عليها وتبقي زي القمر عادي. ايه المشكله؟ بمناسبه البيبي اللي عامل لك بطن كبيره، البيبي جوه بطنك ضاغط على الحاجات اللي حواليه، ومن ضمن الحاجات اللي بيضغط عليها هو الحجاب الحاجز. طب ده بيأثر على ايه يا دكتور عبد العزيز؟ ده بيخليكي مش عارفه تاخدي نفسك، تيجي تاخدي نفس الرئه مش قادره توسع، مش قادره انها تتمدد عشان تستوعب اكبر كميه من الهواء. ليه؟ لان الحجاب الحاجز تحتيها مش قادر ينزل، ما هو تحتيه جنين مش عارف، فمعلش استحملي شويه. وزي ما اتفقنا ومن اول فيديو بقول لك دايما ان كل ما الرحم هيكبر كل ما هنشد على الاربطه اللي حواليه شويه، وده يعمل لك بعض الاوجاع دي ممكن تسمع في ظهرك تسمع في جنبك او انك تحس بشد في بطنك. معلش استحملي برضه كل ده هيروح. لو انت من النوع اللي بيحس ان لما بياخد شاور بيفوق وبيرتاح والاعراض دي بتخف عنده شويه، خليني اقول لك على نصيحه صغيره قد كده اهو، بلاش تاخدي الشاور بميه سخنه، خليها ميه دافيه فتره، ما تبقاش ساقعه ولا سخنه، الميه الدافيه انسب ميه ليك. ولو انت بقى من النوع اللي بيذاكر كتير، بيعمل اعمال محتاجه ارهاق للعين كتير، بيسوق كتير، وفي وسط ما انت بتعملي الحاجات دي لقيتي عينك بتدمع بتحمر الرؤيه بتزغلل شويه معاكي، اكشفي رمد، لان بعض السيدات الحوامل ممكن تخش في جفاف للعين مع الحمل. مهم جدا، ارجوكي 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 نتابع الضغط بتاعنا باستمرار. لو الدكتور بتاعنا حتى مش بيقيس الضغط قيسيه انت، لو لقيتيه عالي روحي للدكتور قولي له دكتور ضغطي عالي، وباذن الرحمن اكيد الدكتور بتاعك هيعرف يسيطر على الضغط ده بالادويه المناسبه وبالتعليمات الصحيحه. يا دكتور عبد العزيز ايه الفيديو اللي من اول ما بدات معانا ده وكله حاجات وحشه وحشه وحشه، انت كأبتني من الحمل. صدقيني في خبر معايا فل قوي، خبر معايا هيخليكي مبسوطه. انت في الشهر الخامس في ظاهره بتحصل جميله قوي، 3/4 ستات بيحلووا في الشهر الخامس. ده حقيقي يا جماعه، يقعد يقول لك بقى اصل انت حامل في بنت، اصل الولد بيوحش والبنت بتحلي. سيبك من الكلام ده كله، انت كده كده هتحلوي في الشهر الخامس، لان وشك بيبدا يظهر النضاره، تبقى خدودك محمره كده ووشك مكلبس شويتين. مش قادر اوصف لك ايه اللي بيحصل بالظبط، بس فعلا الناس القريبه منك اللي بتشوفك باستمرار كل يوم ممكن ما ياخدوش بالهم، لكن تعالي كده لحد ما شافكيش مثلا من اول ما انت ما حملتي وشافك في الشهر الخامس هتلاقي يقولك على طول بدون اي تردد بس انت محلويه كده اليومين دول وفي ايه؟ اديني قلت لك خبر حلو اهو، ويلا بينا نتكلم شويه عن الجنين. هاتي مسطره وقيسي معايا، والجنين بتاعك بيبدا الشهر الخامس وهو طوله 15 سم ونص، وبيخلص الشهر الخامس وهو طوله 28 سم. هاتي بقى مسطره وقعدي قيسي، هتلاقي ان الجنين بدا فعلا يوصل لحجم انا ممكن امسكه العب بيه، ده جميل. والوزن بتاعنا بيبدا من 240 جرام لحد 420 جرام، يعني من ربع كيلو لنص كيلو. انت متخيله؟ ده خبر عظيم جدا. اكتبي تحت في التعليقات بسرعه بسم الله ما شاء الله، ويلا نكمل. واقدر اقول لك ان دلوقتي الجنين بتاعك بقى كامل متكامل من كل حاجه، يعني من الاخر كده هو عباره عن نسخه مصغره من اي جنين شفتيه. اي بيبي لسه مولود كده تمسكيه قدامك، بيبقى الفرق بينه وبين البيبي اللي جواكي دلوقتي ان اللي جواكي اصغر،
فقط لا غير، هو بالظبط شبه اللي انت بتلعبي بيهم لما بيتولدوا دول، بس على اصغر شويه. وفي الشهر الخامس حابب اقول لك، لو انت والده قبل كده تفهميني، لو انت مش والده قبل كده فحاولي تجيبي صور من على النت او تتفرجي على البيبي لسه مولود مثلا في فيلم او حاجه، هتلاقي البيبي بينزل عليه ماده بيضه كده، ماده شمعيه. دايما بنسال نفسنا هي ايه الماده دي؟ هي ايه لازمتها؟ الماده دي مهمه جدا وبتتكون في الشهر الخامس. الماده دي بتحمي جلده. خلينا نفكر مع بعض، انت لو قاعده دلوقتي مثلا بتاخدي شاور وقعدت تحت الميه مثلا نص ساعه ربع ساعه، مش بتلاقي جلدك باش؟ بتلاقي جلدك كده شويه، لو طولت كمان ممكن يقشر اصلا. ايه اللي يحمي الجنين بتاعك ان جلده يحصل فيه كده وهو لسه جوه الرحم؟ ده بيقعد 9 شهور، مش نص ساعه ولا ساعه ولا ساعتين. بكل بساطه هي الماده دي. ده غير ان ليها دور مهم جدا كمان وانت بتولدي، انها بتزفلط البيبي وتزحلقه، بتخلي ولادته اسهل. فالماده دي احمد ربنا انها تتكون من اول الشهر الخامس. قولي الحمد لله في التعليقات تحت بسرعه. يلا بينا نكمل. لكل سيده مصريه بتبعت لي تقول لي هو انا امتى بقى هبدا احس بحركه البيبي؟ انا عايز احس زي ما بشوف كده على الفيسبوك، البيبي هو ايده بتطلع تظهر على الرحم ومش عارف ايه. اهلا وسهلا، انت جبت لنفسك. من اول الشهر الخامس الترفيص هيبدا. البيبي بتاعك حرفيا هيلعب كاراتيه وكونغ فو، هيلعب كوره، هيلعب سله، هيبهدلك. ترفيص كتير بالذات بعد كل اكله فيها سكريات كتيره او بعد علبه عصير حلوه، البيبي بتاعك بيوصل له السكر ده، بيحس بالطاقه والانتعاش ويبدا يديك كام بوكس في وشك. استحملي. الشفايف عنده بقت جميله قوي، بقت مرسومه بالخطوط اللي فيها بكل حاجه، بسم الله ما شاء الله. وده يخليني اقول لك انه عن طريق الفم بتاعه بيبدا يبلع الميه اللي حواليه. الميه دي جهازه الهضمي بيعتبرها كانها اكل، هو مش فاهم، ويبدا يشتغل عليها ويكون بيها البراز بتاع البيبي. النقطه اللي فاتت دي ركزي فيها كويس جدا، ابوس ايدك، عشان الدكاتره لما تيجي تقول لك البيبي بتاعك عامل حمام في الميه بتاعته، بلاش بقى اسمع السؤال الذكي ده، وهو ازاي اصلا بقى عمل حمام في الميه بتاعته؟ هو لسه ما بياكلش، هو لسه البيبي نزل ولا رضع ولا دخل له اي اكل من اساسه، هو بيشرب الميه بتاعته وجهازه الهضمي بيشتغل عليها وبيكون منها براز. تمام. وفي الشهر الخامس كل حواس البيبي تبدا تتطور وتبقى احسن واحسن واحسن، شعراته الدمويه الدقيقه تبدا تتكون وتبقى واصله لكل الاماكن في الجسم. واخيرا هقول لك على نصيحه مهمه جدا، ارجوكي في الشهر الخامس لازم نعمل 4D. ال4D هي اشعه رباعيه الابعاد، بنعملها في مركز اشعه محترم نظيف كويس، بيديك تقارير في صور للجنين جميله جدا، هتبقى ذكرى حلوه ليكي. لكن بالنسبه لي انا بيطمني انه بعد الشر عنكم كلكم يا رب، الجنين ده بعرف ان هو ما فيهوش اي تشوهات خلقيه او اي عيوب خلقيه، عشان الحق اتصرف من بدري. فبعد الشر عنكم كلكم يا رب لازم تعملوا 4D عشان يطمني ويطمنك ويبقى معاكي ذكرى حلوه للجنين. وفي اخر الفيديو اتمنى منكم تدعوا لبعض في التعليقات تحت، يا رب كل حد يتفرج على الفيديو ده وحامل ربنا يديله حمل سهل جدا، حمل ميسر جدا، ساعة ولادة سهلة ما يحسش بأي ألم فيها، ويرزقه بذرية صالحة حسنة الخلق والخلق. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي.